بتبدأ قصة فيلمنا النهاردة مع كيلي وسوفي، وبيكونوا أصدقاء مقربين، وبيكونوا في الكوخ عشان يتسلقوا الجبال. وهنا بيجي شوية شباب كمان لنفس المكان علشان يتسلقوا الجبال، وبيروح واحد منهم اسمه جوي لكيلي وسوفي وبيتعرف عليهم وبيدعوهم للاحتفال. بس كيلي رفضت، وشكرته سوفي على دعوته، وبتحاول سوفي إن هي تقنع كيلي إن هم يروحوا الاحتفال. وبعد تفكير وافقت كيلي، وبالليل اتجمعوا وقعدوا يدردشوا شوية مع بعض، وجوي بيوريهم الساعة بتاعته إنه ممكن يبعت إشارة للطوارئ في أي وقت وفي أي مكان. وقعدوا يتكلموا عن تجاربهم في تسلق الجبال، وإن سوفو وكيلي بيتسلقوا مسافات كبيرة جدا، وإن جوي وأصدقائه هيمشوا في الممر علشان ما بيعرفوش يتسلقوا الجبال كويس. وبتقول كيلي إن هي هتروح تنام. ولما بتوصل للكوك بتفتح اللاب وبتشوف فيديوهات خطيبها وبتفتكر وبتقعد تعيط وبتنام. صوفي مع أصحابها فبيقترح عليها جو إن هيروح معاهم عشان يتسلقوا الجبال. لكن صوفي سخرت منه وقالت لهم إنكم مش هتقدروا تعملوا كده عشان انتوا سياح وفي وقت متأخر. فراحت صوفي علشان تقضي حاجتها، لكن راح وراها جوي وحاول إنه يتحرش بيها ومنعته وخربشته في وشه. وسمعوا أصحابه صوت صوفي وهي بتصرخ وراحوا بسرعة ومنعوا جوي. وصوفي خايفة وجريت واستخبت منهم، وأصحابه اتكلموا معاه إزاي يعمل كده، وقال لهم سيلور إنه لازم ندور عليها وبنعتذر منها. وصوفي كانت مستخبية ورا صخرة كبيرة وبيدوروا عليها وبيلاقوها وبتحاول تهرب منهم، لكن بيمسكوها وزاك بيقفل بقها وبيتعضوا في ايده وبيتضايق منها جوي وبيضربها في وشها. فوقعت من اعلى الحافة ونزلوا بسرعة علشان يشوفوها ولقيوها ان هي لسه عايشة وبتطلب منهم المساعدة. حاول رينوز الاتصال بالطوارئ لكن جوي منعه، وقال له ان الشرطة مش هتصدق اللي حصل ده كان مجرد حادثة، وان كل الادلة ضدنا. وقعدوا كلهم يفكروا ازاي يحلوا المشكلة دي، وفجأة جوي مسك حجر علشان يقتلها. وحاول رينوز يمنعه، ولكن جوي هدده وقال له ان هنتعاون مع بعض زي ما كنا بنعمل على طول. ومسك جوي الحجر التاني وضربها بيه واداها لزاك ضربها هو كمان لحد ما ماتت، ولطخ جوي ايد رينوز بالدم وقال له انت كمان مشترك معانا في الجريمه. سمعت كيلي صريخ وقامت من مكانها وراحت للمكان اللي كانوا بيحتفلوا فيه، بس ما لقيتش حد. وفضلت تدور عليهم، ولما لقيتهم شافتهم وبدأت تصورهم بالكاميرا. ولما شافتهم بيرموا صوفي من فوق الجبل انصدمت وصرخت، فلما شافوها وعرفوا ان هي كانت بتصورهم طلعت تجري منهم، وفضلوا يدوروا عليها واستخبت منهم ورا صخرة كبيرة. وقال لهم جوي ان كل واحد يروح في مكان علشان نلاقيها بسرعة. وعرف يلاقيها رينوز ولكن سابها تمشي. وبترجع كيلي بسرعة للكوخ واخدت شنطتها وجريت بسرعة عشان تتسلق الجبال. وحاول سيرو انه يتسلق الجبال علشان يمسكها، بس كيلي كانت اسرع منه. واثناء تسلقها للجبل وقعت منها الكاميرا، بس قدرت ان هي تاخدها وضربت سيلور برجليها وقعته من على الجبل واتكسرت رجليه. رجعوا للكوخ وادالهم جوي مسكنات وقال لهم يتصلوا بالطوارئ، وبعد ما يعدي ال 24 ساعة وخدوا المعدات بتاعتهم وراحوا يتسلقوا الجبل ورا كيلي. فلقى زاك تليفون كيلي وقال لهم جوي ان هي مش هتنجح عشان معهاش المعدات بتاعتها، ولو ما وقعتش هتتجمد من البرد قبل ما توصل. وقال لهم انه يرجع للكوخ علشان نسي القفازات بتاعته. حاول رينوز انه يقنع زاك يتصل بالطوارئ بس رفض، وقال له ان جوي دايما بيدافع عنهم ولازم يلتزموا بالخطة. وراح زاك للكوخ علشان جوي اتأخر عليهم، واتضايق منه جوي لان قال له استنى. وفي الوقت ده وقفت كيلي وسط الجبل عشان ترتاح شويه، وافتكرت صاحبتها صوفي وكملت طريقها. وجهز جوي واصحابه المعدات علشان يتسلقوا الجبل. وهنا كيلي بدأت تشعر بالتعب ووقعت منها ازازة المية وبدأ يضايقها جوي، لكن هي كمان كملت طريقها. وجوي واصحابه اختاروا طريق مختصر عبر الممر علشان يوصلوا قبلها. فوصلت كيلي للحافة وما قدرتش تكمل، لكن هم وصلوا قبلها وكانوا بيبصوا عليها من فوق. ورمالها جوي حبل وقال لها تربط الكاميرا بيه، لكنها ما وافقتش. فجوي اتضايق جدا وقال لاصحابه ان هي محاصره ومش هتقدر تطلع ولا تنزل. فلقيت كيلي خيمه متعلقه فربطتها في الجبل ودخلت جواها ونامت. وفجاه نزل لها زاك وحاول ياخد الكاميرا منها، فضربته في رجله اكتر من مره ووقعته. وفضلت ماسكه في رجله وقالت له ما تقولش لجوي اني ماسكه فيك، لانه لو عرف هيقطع بينا الحبل وهنموت احنا الاتنين. وقدرت كيلي انها ترجع تاني الجبل، والخيمه بتاعتها وقعت لكن قدرت تمسك الشنطه. هنا رينوس قال لجوي ان لازم نتصل بالشرطه وننهي الموضوع علشان كيلي مش هتنجح على اي حال. فوافق زاك على كده بعد إصابته في رجله. قال لهم جوي إنه هيتصل بصاحبته إيمي علشان تساعدهم. وهنا جوي نايم وزاك بيتكلم مع رينوز وبيقول له إن جوي قتل سيلور علشان لما راح للكوخ وقال إنه نسي القفازات بتاعته. وقال لرينوز خد الساعة بتاعة جوي واتصل بالطوارئ. وراح رينوز علشان ياخد الساعة، بس صحي جوي وكشفهم، وبعد شوية ناموا كلهم. وقام زاك يقضي حاجته وطلع من وراه جوي وضربه على راسه فوقع من على الجبل. ولما صحي رينوز بيدور على زاك بيقول له جوي إن رجع للكوخ علشان بيطلب المساعدة. وعرف رينوز انه قتل زاك وسيلور واتخانقوا مع بعض ورمى عليه كحل وولع فيه. ونزل جوي لكيلي وبدأ يضرب فيها، وكيلي قطعت الحبل وجوي كان هيقع وبيطلب منها المساعدة، لكن كيلي دست على زرار في الساعة لإرسال رسالة الطوارئ وضربته ووقعته من على الجبل. وفضلت كيلي واقفة مستنية النجدة. وبكده يكون انتهى فيلمنا، واشوفكم في فيلم جديد. سلام.